10 مساء بتوقيت أسمر المحلي. نشرة الأخبار نقدمها من تلفزيون دولة إريتريا، نستهلها بالعناوين. الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود يزور إريتريا. تقييم الأعمال التنفيذية للخطة الاستراتيجية الرامية لتطوير المرأة. نتائج مرضية من حماية التربة والمياه في لوغو عن سبأ. إكواس تحذر من التفكك بعد انفصال مالي والنيجر وبوركينا فاسو. قتلى باشتباكات في كشمير الهندية. والصين تدعو لتطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بطريقة أكثر شمولا. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. وصل أسمر الظهر اليوم رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية حسن شيخ محمود في زيارة عمل رسمية، وكان في استقباله لدى وصوله مطار أسمر الدولي فخامة الرئيس سياس أفورقي بمراسم الشرف الرسمية. رافق الرئيس الصومالي في زيارته لأسمر سفير الصومال في إريتريا عمر إدريس، ويجري الرئيسان سياس أفورقي وحسن شيخ محمود مباحثات حول تطوير التعاون الثنائي بين البلدين والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. عقد الاتحاد الوطني للمرأة فريق إقليم القشبركي اجتماعا في بارنت يوم 5 يونيو هدف إلى تقييم أنشطة اللجنة الإقليمية المكونة من أقسام إدارة الإقليم والجهات الشريكة، وذلك من أجل تنفيذ الخطة الاستراتيجية الموضوعة لتطوير المرأة. وقالت رئيس الاتحاد الوطني للمرأة في الإقليم السيدة تخاتس ميكائيل إن قضية المرأة قضية اجتماعية كبيرة، وأن احترام حقوق ومساواة المرأة واجب لتأمين ضمان استمراريته، موضحة بأن الاتحاد يعمل بالتعاون مع الشركاء عامة والحكومات المحلية خاصة لضمان مشاركة المرأة بعيدا عن التفرقة والنظرات التخلفية، وكذا تأهيلها بالمعرفة والحرف وجعلها منتجة لإحداث التغيير في نوعية ومستوى حياتها المعيشية. وأضافت قائلة: يجب جعل المرأة محورا في جميع البرامج الموضوعة ارتكازا على الميثاق الوطني وتأمين حقوق المرأة، موضحة بأن الاتحاد يعمل بوضع الخطط لتحقيق التطور الاقتصادي والتنموي للمرأة ورفع مشاركتها الفاعلة وجعلها منتجة. وأوضح رئيس لجنة تطوير المرأة في إقليم القشبركة السيد جبر سلاسي نقاش وضع خطة استراتيجية خمسية في الإقليم بعد المؤتمر الوطني الذي عقد عام 2019 لتطوير المرأة، وذلك للمساعدة في تحقيق مبادئ المؤتمر وأهداف الاتحاد الوطني للمرأة، ونتيجة للجهود المبذولة بالتعاون مع الجهات الحكومية والاتحادات الشريكة ارتفعت مشاركة واستفادة المرأة، مقدما تقريرا مصحوبا بالأرقام. وقال حاكم إقليم القشبركة السفير محمد علي حروي في الرسالة التي وجهها إن قضية ضمان حقوق ومساواة المرأة مؤمن بمستوى السياسة وواجب لا يدخل في المساومة، لذلك فإن إدارة الإقليم تعمل بوضع برامج تضع ذلك في الاعتبار، وأن عملية توزيع قطع الأراضي السكنية التي جرت الأسبوع الماضي في بارنتو خير دليل على ذلك. وقدمت في الاجتماع تقارير عن الأعمال المنفذة باللجنة الوطنية لتطوير المرأة في المجالات كافة من أجل تقدم وتطور المرأة، ووجهت الآراء للاهتمام بالعادات الضارة التي تعيق مشاركة المرأة وخلق الأرضية لتشجيع المرأة للوصول إلى مستوى القيادة والدفع بإقامة ريادة الأطفال في المؤسسات الحكومية. أفاد السكان والمهنيون الزراعيون في لوغو عن سبب أن أنشطة حماية التربة وحفظ المياه وتخزين المياه الجارية بمشاركة شعبية واسعة ظلت تحقق نتائج مرضية في تنمية المياه الجوفية واستقرار البيئة. وأوضحت مسؤولة التنمية الاقتصادية في المديرية السيدة إلسا رؤسوم بناء 24 سدا وحفيرا تسع جميعها ل 2.3 مليون متر مكعب مياه في ضواحي دير عد هنس ودك شحاي وملزاناي ودرسناي ودك زرقو وعدن أمن ومقركا وديدا وقرناخدو وحبلة. ويجري العمل في بناء سدين مشيرة إلى تغطية مياه الشرب الصالحة نسبة 76%.
وشكرت بأن أنشطة حماية التربة والمياه التي يقوم بها الشعب في الأراضي الزراعية والمراعي تسهم في منع امتلاء السدود بالطمي. وأشار خبراء حماية التربة والمياه وإدارات الضواحي إلى أن أنشطة النفير الجارية بإشراف المهنيين تنفذ على طول العام فضلا عن الاهتمام بالتشجير. وأكد السكان على مواصلة برنامج حماية التربة وحفظ المياه نظرا لنتائجها الجيدة. أعلن رئيس جمعية المتبرعين الطوعيين بالدم في مديرية ناوفال سيد تسفاي إيوب عن تحقيق نتائج مرضية من أنشطة التوعية للتبرع الطوعي بالدم. وأوضح لقائه السكان بأن أنشطة التوعية الجارية ساهمت في ارتفاع وعي المجتمع بأهمية التبرع بالدم، وقد زاد نتيجة ذلك أعداد المتبرعين بالدم. وقال مسؤول الإدارة والمالية في مستشفى ناوفال الممرض يوناتان والدو إن إقامة جمعية المتبرعين الطوعيين بالدم له أهمية كبيرة في توفير الدم في المؤسسات الصحية، داعيا إلى العمل القوي لترسيخ ثقافة التبرع بالدم في أوساط المجتمع. وأكد المشاركون في الاجتماع على الاستعداد لإنجاح مهام جمعية المتبرعين الطوعيين بالدم. نظم قسم السياحة في إقليم جنوب البحر الأحمر سيمينارا بالتعاون مع مكتب وزارة الصحة لأصحاب المرافق الخدمية حول الصحة عامة والأمراض المعدية خاصة. وأوضح المدير العام للقسم السيد عيسى أحمد أهمية قطاع السياحة داعيا المرافق الخدمية لتقديم خدمات جيدة نظيفة والعمل لضمان أمن محيطهم. وقدم المهنيون الصحيون في السيمينار شرحا حول أساليب مكافحة الأمراض المعدية عامة وفيروس HIV الأيدز خاصة والمواضيع الأخرى ذات الصلة. كما قدم فرع جودة العمل والرقابة والدراسات ومتابعة الموارد في قسم السياحة توضيحا بشأن استقبال الضيوف وجودة وسرعة الخدمات والنظافة والموارد السياحية. قدمنا لكم نشرة محلية فاصل قصير ومن ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي. أهلا بكم على الصعيد العالمي. حذرت الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إيكواس في قمتها من أن المنطقة تواجه التفكك بعد ما أعلن الحكام العسكريون في النيجر ومال وبوركينا فاسو الانفصال عن إيكواس وتأسيس اتحاد جديد منافس. وكانت الدول الثلاث قد أعلنت تشكيل اتحاد كونفدرالي جديد، وشكل اجتماعها الأول قبيل انعقاد قمة إيكواس اختبارا آخر للتكتل الإقليمي الذي انفصلت عنه في وقت سابق من هذا العام وفقا لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية. وأتى هذا التحدي بينما تواجه إيكواس أيضا عنفا جهاديا آخذا في التوسع ومشكلات مالية بالإضافة إلى مصاعب في حشد قوة إقليمية. لم يكن واضحا بعد القمة في أبوجا كيف سيكون رد فعل التكتل حيال تبني النيجر ومالي وبوركينا فاسو معاهدة لتأسيس اتحاد دول الساحل في نيامي. قتل جنديان وستة مسلحين يشتبه في أنهم متمردون باشتباكين منفصلين في الشطر الخاضع للإدارة الهندية من كشمير وفق ما ذكرت الشرطة. وقال المفتش العام لشرطة كشمير فيدهي كومار بيرتي إن السلطات في المنطقة المتنازع عليها نفذت عمليتين منفصلتين في قريتين من منطقة كولغام. وأعلن بيردي مقتل 2 من عناصر قوات الأمن مع استمرار الاشتباكات في قريتي مودرغرام وفريزال تشينغيم. وكشمير مقسومة إلى شطرين بين الهند وباكستان منذ استقلالهما عام 1947، وتطالب كل منهما بالسيادة على كامل المنطقة. وتخوض مجموعات مسلحة تمردا منذ عام 1989 للمطالبة باستقلال الإقليم أو ضمه إلى باكستان. أشار رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ لوجود اختلاف في الوصول والتطوير بين الدول في مجال الذكاء الاصطناعي، داعيا إلى تطوير هذه التكنولوجيا بطريقة أكثر شمولا
جاء ذلك في كلمة له بالمؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي 2024 المنعقد في مدينة شنغهاي الصينية. وأشار لي إلى أن 2.5 مليار شخص في العالم لا يزالون لا يستطيعون الوصول إلى الإنترنت، وأن العديد من الدول النامية لا يمكنها الاستفادة من تطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وشدد على ضرورة سد الفجوة المعرفية في مجال الذكاء الاصطناعي. وأكد رئيس الوزراء الصيني على أن بلاده لديها حصة كبيرة في التنمية العالمية للذكاء الاصطناعي، وتقدم خبرة عملية لإدارة الذكاء الاصطناعي العالمي. في الخبر الأخير، كشفت وكالة مراقبة تغير المناخ بالاتحاد الأوروبي أن الشهر الماضي كان أكثر شهر يونيو سخونة على الإطلاق، في استمرار لسلسلة من درجات الحرارة الاستثنائية التي قال بعض العلماء إنها تضع عام 2024 على المسار ليصبح العام الأكثر سخونة على الإطلاق الذي يشهده العالم. وذكرت وكالة كوبرنيكوس لتغير المناخ التابعة للاتحاد الأوروبي أن كل شهر منذ يونيو 2023 13 شهرا على التوالي يصنف على أنه الأكثر سخونة على الكوكب منذ بدء التسجيل مقارنة بالشهر المقابل في السنوات السابقة. وتشير أحدث البيانات إلى أن عام 2024 قد يتفوق على عام 2023 باعتباره العام الأكثر سخونة منذ بدء التسجيل، بعد أن أدى تغير المناخ الناجم عن أنشطة بشرية وظاهرة النينيو المناخية إلى ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية هذا العام حتى الآن، حسب ما قال بعض العلماء. ختاما لنشرة هذا المساء، هذا تذكير بأهم وأبرز العناوين. الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود يزور إريتريا. تقييم الأعمال التنفيذية للخطة الاستراتيجية الرامية لتطوير المرأة. نتائج مرضية من حماية التربة والمياه في لوكو عن سبب. إكواس تحذر من التفكك بعد انفصال مالي والنيجر وبوركينا فاسو. قتلى باشتباكات في كشمير الهندية. والصين تدعو لتطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بطريقة أكثر شمولا. مشاهدينا الأكارم، انتهت نشرة هذا المساء. شكرا لحسن الاستماع والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.